من 4 سنين قلت لكم ان انا سبت الكليه بتاعتي في المانيا وبطلت ادرس علاج طبيعي. الموضوع وما فيه ان انا سبت علاج طبيعي علشان اتخنقت، وبعدها دخلت كليه برمجه طبيه او اللي هي الميديكال انفورماتكس. المشكله بقى ان ديت مش اول ولا تاني ولا تالت كليه ادخلها، لا دي رابع كليه ادخلها. الكليه الاولى دخلت معهد فني صحي في اسكندريه، بعد كده دخلت كليه علاج طبيعي جامعه فاروس، وسافرت المانيا دخلت كليه علاج طبيعي جامعه لوبك، وختاما بالجامعه اللي انا فيها او اللي انا المفروض هتخرج منها، جامعه الTHM تخصص الميديكال انفورماتكس. بس المشكله بقى ايه؟ ان هي ما كانش حد مقتنع ان انا ممكن اكمل في الكليه، لانه دايما كل سنتين تقريبا بغير الكليه بتاعتي. معهد فني صحي خلصته في سنتين، بعد كده دخلت فاروس سنتين، بعد كده دخلت جامعه لوبك سنتين، ودخلت الTHM. فكل اللي حواليا مقتنعين انك انت زيها زي الكليات اللي فاتت، هتمشي فيها شويه وبعد كده تزهق منها وتسيبها. بس انا كملت، وحتى من 5 شهور تقريبا عملت لكم فيديو وانا بشتغل على الجزء الاول من مشروع التخرج بتاعي. هسيب لكم الفيديو في الاي اللي بتطلع فوق هنا او هنا، مش فاكر فين. المهم ان بقى في ال5 شهور اللي فاتت انا كنت شغال على الجزء الثاني بتاع مشروع التخرج، وهو ان انا اكمل المشروع للاخر، لان انا ما كملتوش في الفتره الاولى، وده طبيعي جدا، معظم الناس بتعمل كده. والجزء الثاني من الموضوع ان انا اكتب بحث او اكتب رساله التخرج اشرح فيها انا عملت ايه وايه التكنولوجيز اللي استخدمتها وكل القصه ديت. فانا كنت شغال في الفتره اللي فاتت كلها على موضوع رساله التخرج بتاعتي. رايح اطبع دلوقتي الورق بتاع مشروع التخرج واعمل الاسطوانه وكل الكلام دوت. اول طبعه اهيت. ما كنتش اظن ان هو يبقى تخين كده، بس هو حوالي 52 53 ورقه، عشان كده تخين. وهو مشروع التخرج، اغلى مشروع تخرج في هذا الكوكب. لو تعرفوا انا دافع كام في الورق بتاعه تقولوا ليه يعني، بس كله يهون، المهم نتخرج. بعد بقى لما سلمت المشروع انا بستنى الدكاتره بتاعتي ان هم يدوني ميعاد عشان انا اناقش فيه، واثناء الفتره ديت بشتغل اللي انا اكتب البرزنتيشن اللي هشرح فيه للدكاتره انا عملت ايه باختصار طبعا. فالفتره دي فتره مرعبه بالنسبه لي. انا دلوقتي عملت كل اللي اقدر عليه، مفيش حاجه في ايدي خلاص، زي ما يكون دخلت الامتحان وامتحنته وخلصت الامتحان مستني النتيجه، وانا داخل على سن ال30، وتقريبا من اول سن 20 سنه وانا بدرس في الدراسه الجامعيه، يعني داخل في 10 سنين بدرس دراسه جامعيه، يتخللها طبعا موضوع اللغه الالمانيه، بس مش ده موضوعنا. المهم ان انا خايف جدا، وفي نفس الوقت كمان كل الناس اللي وصلت في الفتره اللي انا وصلت فيها المانيا خلصوا واتخرجوا، انا الوحيد اللي لسه ما اتخرجتش. عبد الله صاحبي مثلا اتخرج من علاج طبيعي، اسلام رجب لو تفتكروه كان بيطلع معايا في الاول اتخرج من صيدله. طب ايه انت مش هتتخرج بقى ولا ايه؟ فده ضغط كبير عليا، وخايف ان انا كل المجهود اللي حطيته في ال4 سنين اللي فاتوا في الكليه اخسر كل حاجه، لان ممكن الدكتور يسقطني او ما انجحش في المناقشه او ما تعجبوش او ما يقتنعش ايا كان، فاضطر اعيد من الاول او امشي من الكليه خالص. فده مسبب لي رعب كبير جدا في فتره الانتظار اللي مفيش في ايدي حاجه اقدر اعملها. والكليه مش بس قضيت وقت فيها، لا ده انا فعلا تعبت فيها جدا عبال ما اوصل للنقطه ديت. قعدت فيها 4 سنين طحن. وانا ممكن كنت اخلص الكليه في 3 سنين، بس مفيش حد بيخلصها في 3 سنين يعني، لان بيبقى في كومبليكيشنز كده بتحصل بين المواد، وبتبقى مستني نتيجه ماده معينه تطلع وكل القصص ديت، ممكن ابقى اتكلم فيها في فيديو تاني. المهم ان انا بذلت مجهود كبير. وكمان فتره الكورونا لما جت وما كانش فيه نزول للكليه والمحاضرات اونلاين والنت يقطع ولازم تسلم كل حاجه اونلاين، والدكاتره كانوا بيسهلوا علينا الموضوع ان هو انت في كورونا فهتشتغل من البيت، بس برضو الجزء العملي بتاع الكليه كنا مش في احسن حاجه فيه، وتسليمات كتير كانت بتقع ومفيش سكاشن وكل الجو دوت. وكمان الكليه فيها ضغط في المحتوى العلمي. هو مكتوب ان هو 3 سنين، بس ال3 سنين دولت كل ترم انت بتاخد فيه حوالي 30 كريدت اورز، ودولت تقريبا مره ونص السمسترات العاديه اللي بتبقى موجوده في مصر. هو انت بتعتبر بتاخد ال5 سنين بتوع الكليه في مصر في 3 سنين هنا، فالموضوع ضاغط عليك جدا. وفي الكليه حواليا طلبه المان وطلبه اجانب بيسقطوا مني. يعني انا بدات السمستر بتاعي الاولاني خالص، الدفعه بتاعتي فيها حوالي 45 واحد، عبال ما وصلت للسمستر الاخير بيسموه ابشلوس سمستر كنا 10 تنفار بس اللي وصلوا للمواد الأخيرة. وأنا بناقش مشروع التخرج أو وصلت لمرحلة التخرج مفيش حد كان معايا بالتوازي في الدفعة بتاعتي تقريبا بيتخرج، كل واحد بيتخرج مع نفسه، ومعظم اللي معايا لسه لحد دلوقتي ما وصلوش للنقطة اللي أنا فيها. فأنا اعتبر قطعت شوط كويس جدا وضغطت على نفسي كويس جدا، بس
تعبت جدا فيها. بالنسبه بقى للبرزنتيشن بتاع المناقشه اللي المفروض احضره بعد لما سلمت، كان لازم كل اللي انا عملته في ال7-8 شهور اللي فاتوا المه كده واشرحه في ساعه واحده بس. وبعد كده الدكاتره تبدا تسالني، او حتى وانا بشرح الموضوع تبدا تسالني وانا دافع عن اللي انا عملته. يعني تسالني انت عملت ده ليه؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها ديت؟ ليه ما استخدمتش التكنولوجي التانية الفلانية؟ فأنا لازم أكون محضر زي ما يكون إيه المبرر بتاعي. النهاردة فاضل يومين، مش فاضل يومين إيه، أنا مسطول. فاضل يوم واحد اللي هو النهاردة، وبكرة عندي المناقشة بتاعت مشروع التخرج. أنا شغال على البرزنتيشن نفسه، بس يعني هو الحمد لله خلص. بس الموضوع يخوف، لان انا هقعد ساعة كاملة اقعد اتكلم مع الدكاترة او اعمل لهم برزنتيشن، اقول لهم اللي انا عملته طول فترة ال8-9 شهور اللي فاتوا. انا في العادة الدنيا معايا سهلة ان في موضوع البرزنتيشنات، بس ده برزنتيشن مصيري شوية وورايا في شغل كتير. وكمان انا بشتغل او بعمل مشروع التخرج بتاعي في شركة غير طبية، وانا بدرس ميديكال انفورماتكس، فكان لازم ابرر للدكاتره المشروع بتاعي ازاي يفيد المجال الطبي. وبالمناسبه انا اقدر دلوقتي اقول لكم عن المشروع التخرج بتاعي، وهو كان في السكيورتي بتاع موقع الشركه. كان مهمتي باختصار ان انا امن موقع الشركه، مش بالباسوردات بس. لما اليوزر يجي يدخل على الموقع لازم يحط الباسورد بتاعه، وكمان يجيله رقم معين عن طريق SMS او يجيله على ابلكيشن معين. المهم يعني باسورد بيشتغل لمده 30 ثانيه لازم يحطه مع الباسورد الاساسي بتاعه عشان امن الموقع. فكانت الى حد ما موضوع شيق ودسم. غير كل ده بقى عندي المعوق اللي مش موجود للطلبه الالمان، وهو ان انا لازم اشرح كل الكلام دوت بالالماني. الموضوع مش سهل خالص. لسه مخلص المناقشه الحمد لله. امتحنت طبعا، جبت اخري في الاسئله وساعه بقى كامله مناقشه وبتاع، بس الحمد لله الدكاتره نجحوني. مش قادر اخد نفسي من كتر ما انا فرحت، بس الحمد لله اخيرا قدرت اتخرج واحقق اللي انا عايزه. الحمد لله مش هقول غير الحمد لله. شعور الانجاز دوت شعور محدش بيحسه الا اللي يجربه. لما بتتعب كل التعب دوت وبتوصل للاخر بتقول انا مش قادر خلاص، انا مش هقدر احط مجهود في اي حاجه تانية، وبس تطلع نتيجه كويسه انك انت نتيجه تعبك بقت حاجه حقيقيه، مسكت شهاده، اتخرجت، عملت اي انجاز، بتنسى كل التعب اللي فات دوت وبتقول يلا بينا بقى ايه نبدا نتعب في حاجه جديده. مفيش حاجه عملتها في اللي فات، او انا مش فاكر انا تعبت قد ايه، لان فعلا شعور الفرح دوت بيمسح كل حاجه. وخصوصا كمان لما خلصت المناقشه والدكتور قال لي يلا انت نجحت، كلمت اهلي على التليفون قلت لهم ان انا اتخرجت، شعور بقى الفرح ومبروك واخيرا عملتها وكفاره وكل الجو دوت. لان هم في بدايه رحلتي مع البرمجه الطبيه هم ما كانوش مقتنعين باللي انا بعمله، فهو تحولهم من الشك للسعاده او الاقتناع باللي انا عملته ده لوحده اصلا يفرح بلد. فكان شعور جميل جدا ان انا احس بيه لما كلمتهم وقلت لهم ان انا اتخرجت اخيرا. وانا نفسي انا كنت خايف ان انا ما كملش، لان انا ما كملتش في 2 قبل كده. موضوع جديد، قسم جديد، انا طول عمري بدرس وبتعلم ان انا اكون دكتور او ادرس في المجال الطبي بشكل عام. فجأة قلبت حاجة تانية ومشيت فيها وانا ما عنديش سابق خبرة فيها، فلازم كنت ابقى شاكك في نفسي ان انا ممكن ما اكملش. بس الحمد لله زي ما بقول لكم الشك اتقلب لانبساط وسعادة الحمد لله. بس برضو خليني اقول لكم ان رحلة التعلم بتاعتي ما انتهتش، خصوصا في المجال بتاعي بتاع البرمجة اللي هو كل يوم في حاجة جديدة بتطلع، والذكاء الصناعي وكل الجو دوت. فانا كل يوم لازم اتعلم حاجة جديدة، لازم افضل اتعلم ايه اللي بينزل في الشغل الكلام دوت. فانا رحلة تعلمي ما انتهتش، ويمكن اعمل ماجستير مش عارف، بس ممكن تقريبا ما بحرمش من الدراسه ومش بكتفي منها يمكن، بس ما اقدرش اوعد نفسي بكده او ان انا اقول 100% اللي انا هعمله. بس الاكيد ان انا هفضل اتعلم في مجال البرمجه طول ما انا شغال في مجالي. وبالنسبه للشغل فالحمد لله بالنسبه لي الشركه اللي انا عملت فيها مشروع التخرج قالوا لي اللي احنا هنمضي معاك عقد وتكمل معانا الشغل بتاعك عادي زي ما كنت بتشتغل اثناء مشروع التخرج. فانا الحمد لله يعتبر كمان ضمنت الشغل بتاعي،
نبدأ بقى ايه صفحة جديدة كده في سوق العمل ما بعد التخرج، لان انا قضيت وقت كبير قوي في موضوع سوق العمل قبل التخرج. في النهايه انا ما اقدرش اوفي حق ربنا في ان انا افضل اقول الحمد لله، فهو الحمد لله على كل شيء، والحمد لله ان ربنا وجهني للمجال دوت، واظن خير ان انا ما دام كملت فيه يبقى هو ان شاء الله ده المجال المناسب ليا، مش المجال الطبي اللي انا كنت ماشي فيه تقريبا طول عمري. ومش عايز انسى فضل كل واحد كان بيشجعني، من اول الكومنتات اللي جات لي في الفيديو بتاعي من 4 سنين ان انا سبت الكلية وكمل واعمل اللي انت بتحبه، مرورا بالناس اللي حواليا هنا، خصوصا زوجتي اللي هي وقفت جنبي على طول وكانت بتشجعني في كل خطوة بعملها، وانا بتعلم في كورسات البرمجة وانا بدرس في الكلية، وكمل وثق في نفسك. المهم يعني وقفت جنبي وقفة ما اقدرش اوفيها حقها برضه. فشكرا جدا لزوجتي، وان شاء الله ارد لها التعب اللي هي تعبته معايا دوت في دراستها هي شخصيا. واتمنى طبعا ان كل واحد فيكم بيتفرج عليا يوصل اللي هو عايزه، الحاجه اللي بيتعب فيها دلوقتي، الحاجه اللي بيخطط يعملها في المستقبل، اللي لسه هيطلع من ثانوي ولسه ليه رحله دراسه كامله، بشجعه وبقول له اتعب زي ما تتعب، بس في النهايه لما هتيجي توصل لنتيجه تعبك هتنسى كل التعب دوت، ده انا باكدها لك 100%. فاوعى تيأس وكمل للاخر. بس كده، هو ده فيديو النهارده، واشوفكم بقى ايه من اول الفيديوهات الجايه في فصل جديد من حياتي، فصل ما بعد التخرج. طبعا فصل مليان تحديات ومليان شويه حركات كده، فهنشوف مع بعض ايه اللي هيحصل في رحلتي في البلد ديت. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.